يعلمك كل يوم دعاء العهد، تضرب 3 العجل العجل يا مولاي يا صاحب زين ما يخالف، قول العجل واسكت، بدل 3 قولها 10. ليش الضربة على الفخذ؟ الضربة هذه عادة تصير عند المصيبة، واحد من يقعد عند جنازة أو عند قبر تشوف من غير شعور يضرب على فخذه. أصلا منهيين، إحنا منهيين أن نضرب على الفخذ للمصائب الدنيوية، لكن من تذكر الإمام سلام الله عليه كل يوم تضرب 3 مرات على فخذك. ليش؟ لأن المصيبة هي كل المصيبة فراق إمامنا سلام الله، فراق إمامنا هي هذه المصيبة. إن شاء الله لو أفقد عيالي كلهم هذا ما تعد مصيبة، لكن من يكون الإمام عندي ما هي مصيبة، أنا مستعد. ليش أجل أقول له أنا بأبي أنت وأمي ونفسي ومالي وأهلي وولدي وما ملكت يميني؟ يعني لو أفقد 70 واحد وإنت يا سيدي موجود خليها 70 تصير 700. لكن لو عندي الدنيا كلها وإنت غايب عني، إيش قيمة الدنيا؟ ماذا وجد من فقدك وماذا